أولا وبادئا ببدء، أريد أن أشكر السيد جاني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والسيد باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على دعمهم لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لاحتضان هذا الحدث والعرس العالمي الكبير والمتمثل في كأس العالم فيفا 2030. كما لا تفوتني الفرصة أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب المغربي أن أهنئ وأشكر في نفس الوقت الريادي الأول والداعم الأساسي لكرة القدم الوطنية بصفة خاصة، والرياضة المغربية بصفة عامة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. إن احتضان بلدنا لهذا الحدث الكروي العالمي الهام والمتميز لا يشكل مفخرة ليس للمغرب فحسب، بل لإفريقيا والعالم العربي والإسلامي بشكل عام. وكما قال جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله: المغرب شجرة جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.